by frail, fragile bars. ليه احنا اشرار؟ انا عن نفسي مش شرير. اي بطل فيلم سواء كان شرير ولا لا بيبقى عنده بعض الصفات بتخلي الجمهور يهتم انه يتفرج عليه ويخوض معاه رحلة الفيلم. طب وليه لازم الجمهور يهتم بالبطل؟ عشان يتفرج على الفيلم. البطل هو اول حاجة بتربط المشاهدين بالفيلم وبتخليهم يكملوا فرجة. ده العنصر البشري اللي بيمثل البشر وبينوب عنهم في العالم الغريب بتاع الفيلم. هما 3 مكونات اساسيين: الإرادة، البطل لازم يكون عنده هدف وبيسعى انه يحقق الهدف ده بحيث انه يحسس المشاهدين انه يستاهل ان هم يتفرجوا عليه. وممكن البطل يكون عنده هدف واعي وهدف غير واعي، والمشاهد من بره هو اللي بيلاحظ حاجة زي كده ويفضل متحمس يعرف البطل هيحقق انه هدف منهم في الاخر. ممكن حد يقول طب ما في افلام بيبقى فيها البطل يعني ما عندوش هدف قوي، وده حقيقي، بس البطل النشيط اللي عنده هدف بيسعى له هو اللي منتشر اكتر. ورغم كده بنلاقي ان الشخصية عادي ممكن تكون مش نشيطة وما عندهاش هدف، بس احنا مهتمين نتفرج عليه برضه. والسبب في كده هو المكون التاني والمكون الاهم، وهو التعاطف. التعاطف مع البطل بيجي من ان المشاهد يحس انه بيمثله او بيمثل جانب من شخصيته. غير كده البطل ده في الاغلب هيكون اكتر واحد خير ما بين كل اللي حواليه. مش معنى كده انه لازم يكون راجل تقي وبيمشي يحضن الناس في الشارع مثلا، ولا مش لازم. الفكرة ان البطل بيكون اكتر واحد عنده مبادئ انسانية او حتى مبدأ واحد بيدافع عنه ومتمسك بيه. اشهر مثال على ده مثلا فيلم ذا جاد فازر. فكرة العيلة عندهم دي حاجة مقدسة، وإلى جانب المبدأ اللي عندهم اللي بيحكي القصة في إيده إنه يورينا ناس تانية أشر من البطل أو مجموعة الناس المفروض نتعاطف معاهم. مع كل اختيار الشخصية بتاخده بتوضح لنا الشخصية أكتر، والاختيار ما بيكونش بين حاجة سهلة خير أو شر أو حاجتين عكس بعض. عشان الاختيار يكون صعب وبالتالي يبين لنا الشخصية فعلا، بيكون يا إما بين شرين أشر من بعض أو خيرين أخير من بعض. في الحالتين لازم البطل يختار، وفي الحالتين صعب يختار حاجة ويسيب التاني. والنتيجة بتكون ان الناس اللي عندهم مبادئ بتظهر من خلال اختياراتهم بيمثلوا الخير حتى لو كانوا مجرمين، سواء على الناحية دي او الناحية دي. بس الناحية اللي عندها مبادئ هي الناحية الاكثر انسانية، وكل ما هو انساني بيجذب تعاطف الانسان. وفي سؤال مهم المشاهد بيطرحه على نفسه حتى لو مش واخد باله او بيساله بنفسه بشكل صريح: انا لو مكان البطل في الظروف اللي هو فيها دي ونفس المؤثرات اللي حواليه ونفس كل حاجه، هل هاخد نفس القرارات اللي هو خدها دي؟ لو المشاهد هيجاوب فده معناه انه مش بس متعاطف مع البطل، ده كمان بيمثله وبيجبره انه يمشي معاه ويبقى عايزه ينجح ويكسب في كل مواجهاته مع الحياه عامه. فلاقي مثلا ليون في فيلم ليون ذا بروفيشنال، الاول خالص كان راجل غامض مش مدينا اي تعبيرات، بس الملمحين الوحيدين اللي بنشوفهم منه هما القوة والذكاء، فبشكل مباشر بيخلق لنا حالة كده من الاعجاب بيه. والاعجاب ممكن يكون انطلاقة حلوة جدا للتعاطف، زي في فيلم بالب فيكشن لما بنشوف شخصيتين بيكلموا بعض في حاجات ملهاش اي لازمة بس في نفس الوقت دمهم خفيف، فتلقائيا بنعجب بخفة دمهم. ده بالاضافة ان لو ركزنا في الكلام اللي هما بيقولوه اللي احنا شايفين انه ملوش اي لازمة، هنلاقي ان الكلام ده مهم جدا عشان يجذبنا كمشاهدين، وتوظف بشكل ذكي انه يكون موجود في اول الفيلم، بحيث ان اللي بيتفرج هيترجم على طول ان دول اشخاص طبيعيين زي انا وانت والاستاذ وحضراتهم اجمعين. فالكلام ده هو يبان ملوش لازم، بس الحقيقة ان الحوار بالشكل ده في حد ذاته بينقل لنا معلومات مهمة عن الشخصيات اللي قدام، بغض النظر بقى كلمات الحوار نفسه ايه. نرجع تاني لليون. ليون بيخلص الاكشن وبنلاقي انسان طبيعي بيشرب اللبن زيه زينا، يعني مين في العالم ما شربش لبن في حياته؟ مش كده وبس، لا ده كمان عنده شجرة مهتم بيها وبيسقيها كل يوم، فبيفضل ارتباطنا مع الهيتمان يزيد ويزيد لحد ما بنبقى متعاطفين معاه بشكل كامل لما بيفتح الباب للبنت الصغيرة وينقذها من الوحوش المفترسة اللي بتدور عليها بره. كل ده رغم انه هيتمان غامض، والاهم انه بروفيشنال، بس في اللحظة دي انتصرت العاطفة على البروفيشناليزم، وبنعرف قصة حياته وايه اللي وصله انه يشتغل هيتمان، وده بيورينا الظروف اللي خلته يشتغل مع الاشرار ويعيش في وسطهم. وفوق كل ده ليون عنده مبدأ: You clean anyone? No women, no kids.
That's the rules. مبدأ نو ويمن نو كيدز. على الناحية التانية بقى نلاقي انه الشرير الحقيقي اللي بيمثله جاري اولدمان، الشرير المجنون اللي بيسمع بيتهوفن وبيستخدم ألحانه كمجرد رتم بينفذ بيه الجرائم بتاعته، راجل متوحش تقدم لنا على طول هو بيقتل عيلة كاملة بهدوء أعصاب وتلذذ، مفيش اي حد في العالم يقدر يبرره. ده قتل عيل عنده 4 سنين يا بيه. فبنستنتج من ده ان كل ما بتنزع تاريخ ودوافع الشرير كل ما الشرير ده يبقى مكروه اكتر، بس بقى غشوميه، مش لدرجه ان الشرير يطلع حيوان بشري مثلا، هيبقى باين قوي انه فيك وكده. والاسوأ من ده كله ان المشاهد اللي بيفهم بيحس بغباء اللي عمل الصوره دي ومش بيقبل اي حاجه من النوع ده. كل العناصر دي خلتنا نتعاطف مع ليون ونشجعه ونبقى عايزينه يكسب لحد اخر لحظه في الفيلم. بالاضافه للعناصر اللي ليون مثلها لنا بشكل واضح ومميز، في عنصر اضافي في اي شخصيه بيزود من تعاطف الناس معاه، بس العنصر ده ضعيف وصعب قوي انه يعتمد عليه، الا وهو عنصر الشفقه. ده لوحده مش بيخلينا نتعاطف خالص، والشفقه بتيجي عن طريق ان البطل بيتظلم بشكل او باخر او بيتعاقب على حاجه هو ملوش ذنب فيه. الشفقه لوحدها بتحسسنا ان البطل ده بيشحت التعاطف مننا، فالنتيجه بتكون ان البطل اخره هياخد مني يا عيني معلش، مش هيخليني مهتم اتفرج عليه وابقى عايزه يكسب كده. بس لو البطل هيخليني اتعاطف معاه وجنب ده في حته شفقه كده يبقى خير وبركه. فاهم حاجه التعاطف وبعدين الشفقه تيجي مكمله ليه. زي إناوي احنا اول ما بنشوفه اصلا بنشفق عليه بشكل تلقائي. بسم الله الرحمن الرحيم كده بنشوف انه اعرج، انه اكرت، انه اهبل. خد عينيا وشوفوا بيها راح تلاقيه جوه الجميل، هتلاقيه اجمل واجمل طول ما حبك له دليل. بس قبل ما نقول معلش بنشوف الجانب الشرير من شخصية إناوي أي نعم غلبان بس متحرش، بس ده بيحب هنومة وعايز يتجوزها ويفتح بيت فعل بس متحرش، بس هنومة بنت اللذينة بتلعب بيه وهو غلبان يا عيني ومصدقها بس متحرش، بس شكل أهله كانوا بيعذبوه وهو صغير يا عيني. بس إيه الحق ده كان هيقتل واحدة غيرها كمان. لا أما أنت طلعت مجرم وقتل طلب صحيح. طول الفيلم بقى على كده نتعاطف معاه شوية، نشفق عليه شويتين، نبقى عايزين نطلب له البوليس. بطل تاني بقى تبقى عايز تطلب له البوليس لحد نص الفيلم وبعدين تبقى عايز تكلم حد يلحقه من البوليس، الا وهو أليكس في فيلم A Clockwork Orange. أليكس واصحابه من اول الفيلم هما من الشخصيات اللي تخليك تكرهها مش بس تبقى مش متعاطف معاه. بس الغريب هنا ان احنا بعد ما بنقضي وقت طويل كارهين أليكس واصحابه بنبدأ نتعاطف مع أليكس. حتى وانا بتفرج على الفيلم لاول مره اتفاجئت ان انا بدات اتعاطف مع أليكس، قلت ازاي اتعاطف مع هذا البني ادم. بس لما اصحاب أليكس خانوه وكانوا السبب في ان البوليس يمسكه بدات اميز ما بينه وما بين صحابه بقوا خاينين وهو بقى ضحيه لخيانته. وهنا انا حابب اوضح ان قبل الحركه دي كنت حابب البوليس يجي ويقبض عليهم كلهم واتحبسوا عشان الشله دي كلها على بعضها مكانها السجن. بس لما اصحابه اللي كانوا لسه معاه وبيعملوا نفس اللي هو بيعمله يتسابوا احرار وهو بس اللي اتسجن، صحابه دول بقوا مش مجرد شويه عيال مش متربيه خارجين عن القانون، لا دول كمان بيخونوا صاحبه، يعني دول ما عندهمش اي مبادئ، وبالتالي ناس كتير هتشفق على أليكس. وبمناسبه الخيانه هنلاقي ان الخيانه حاضره في كتير من الافلام عشان تخلينا نشفق على بطل الفيلم، وزي ما حصل في فيلم باب الحديد فزي ما حصل في فيلم باب الحديد وخيانه هنومه الإناوي، وزي فيلم اللص والكلاب لما بنشوف اللص البطل اللي هو شكري سرحان وهو رايح مع صحابه اللصوص عشان يسرق، فبيقوم صحابه مبلغين عنه ويهربوا ويتقبض عليه لوحده. وزي أليكس واصحابه برضه هم كلهم مجرمين زي بعض، بس البطل لوحده هو اللي اتخان وهو اللي اتقبض عليه. ده غير ان اللص اتخان من الراجل اللي قال له اسرق يا حبيبي ما يهمكش، وكان اول واحد يشجعه ويخليه يخش في كارير السرقه. ده غير انه اتخان من مراته واتخان من المجتمع. فواضح ان تيمة الخيانه دي بيكون ليها اثر كبير، بتخلينا نشفق على البطل كده ونبقى عايزينه يرجع اقوى من الاول وينتقم من الاشرار. يعني هو ممكن يتقبض عليه في الاخر بس ينتقم من الاشرار الاول. نرجع لأليكس نتفاجئ بعمليه سلب الاراده اللي بيتعرض لها. نلاقي الشرطه بيجربوا عليه اسلوب جديد عشان يسلبوا منه حريه الاراده. ده طبعا هيخلي اغلب الناس تتعاطف معاه، لان اغلب الناس ما يحبوش ان ما يبقاش ليهم اراده حره ويكرهوا ان حد يسلب ارادته بالشكل ده حتى لو مجرم. The question is whether or not this technique really makes a man good. Goodness comes from within. Goodness is chosen. When a man cannot choose, he ceases to be a man.
وصناع الفيلم ما اكتفوش بكده، عشان شفقتنا تزيد على أليكس ونتعاطف معاه اكتر، بيخرج أليكس من السجن بعد ما بيعملوا عليه التجربة، وبيلاقي اصحابه اللي هم زيه بالظبط واللي هم سلموه للبوليس وهربوا بقوا ظباط. واول لما شافوا أليكس اعتادوا عليه واستغلوا قوته، وبنشوف بقى قلة الحيلة اللي أليكس بقى فيها بسبب التجربة، فبنتحسر اكتر على حرية الإرادة اللي ضاعت. او لو أليكس كان يقدر يختار كان يقدر يدافع عن نفسه، وفي موقف زي ده اكيد أليكس حقه يدافع عن نفسه، حقه انه يظهر الجزء العنيف اللي جواه، بس الجزء ده ما عادش موجود. بلاش دي، أليكس قال لك خلاص انا هرجع اقعد في حضن بابا وماما واعيش معاهم والدنيا تبقى جميلة وبتاع. يرجع يلاقي واحد تاني في حضن بابا وماما، ويلاقي ان مكانه في الشقة اتاخد وانه اتبدل بواحد تاني، يعني ما عادش حتى ليه مكان يقعد فيه. كل ده خلانا نتعاطف ونشفق على أليكس اللي احنا عارفين من اول الفيلم ان هو مجرم ويستحق اقصى عقوبة ممكن. ونيجي بقى لاخر مكون معانا، وهو المكون الفعال واللي نادرا ما بيفشل انه يجذب تعاطف الجمهور: الضمير. أعطني شرير لديه المبررات لأفعاله ويظهر الشعور بالذنب على الأفعال التي يقوم بها، ويعطيك جمهور متعاطف وداعم ومحب لهذا الشرير. طالما الشرير عمل اللي عمله بس هو حاسس بالذنب والندم وبيظهر لنا إنه بيعاني بسبب اللي هو عمله ده، الجمهور يقدر يتعاطف معاه لأن كل الناس بتغلط. فلما نشوف الشرير بيغلط ويرجع يندم على غلطه ده وشايف إنه فعلا غلطان بيعاني نفسيا بسبب اللي عمله، بنشوف في حاجة مشتركة. الشعور بالذنب ده حاجة عند كل الناس تقريبا، ده غير إن إحساس الشخصية بالندم بيدينا امل ان قدام الشخصيه دي ممكن تبقى احسن، وانه خلاص هيبقى انسان كويس ومش هيعمل كده تاني. زي شخصيه كولين فارل في فيلم ان بروس، اي نعم قتل طفل وبيقتل الناس مقابل الفلوس، بس احساسه بالذنب والندم طول الفيلم بعد ما بيقتل الطفل بتخلينا نتعاطف معاه وانه محتاج فرصه بس عشان يبقى انسان كويس. ولو رجعنا لورا شويه هنلاقي ان شكسبير عملها من زمان في تحفته الفنيه مكبس اكيد راجل مجرم وخاين، بس احساسه بالذنب في جزء كبير من القصه وشخصيه مراته اللي هي وزته من الاول ان هو يقتل الملك بيخلونا نتعاطف معاه ونحاول نلاقي مبررات للي هو بيعمله. مكبس هو مثال واضح جدا على الشخصيه الشريره اللي بتخلينا نتعاطف معاها بسبب الشعور بالذنب او الندم او تأنيب الضمير اللي بتبين. اتمنى نكون استفدنا اي حاجه من الرحله اللي خدناها دي، يمكن المره الجايه واحنا بنتفرج على مكبس نشوفه ونحلله بطريقه مختلفه. الى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.